بمصاريف سنه واحده بس قدام عينك هتغير مستقبل ابنك تماما. طب ولادنا بقى اللي درجاتهم في المتوسط قدام عينك، الدرجات المتوسطه، اقول لك بقى حاجه تحدد الكليات اللي هتخشها ايه. شوف التنسيق لما ينزل الكليات المتاحه ليك ايه، وفكر بالمنطق ده. قلت رقم واحد اي حاجه لها علاقه بالنت والكمبيوتر قدام عينك والموبايل والذكاء الاصطناعي، امشي في الحته دي. 2 افكر قدام عينك في اللغه ولا سيما الصيني والياباني. رقم 3 اي حاجه لها علاقه بالتدريس. ثم رقم 4 اي حاجه لها علاقه بقواتنا المسلحه العظيمه قدام عينك اللي انت هتنال شرف انك تلتحق باحد كلياتها. المستقبل اللي انا قلته ده، المؤمن لا يكذب، ده قانون المؤمن لا يكذب. وانا ما اتعودتش في حياتي ان انا اضلل حد او اكذب على حد. عشان كده عايز كل واحد من حضراتكم نبقى صادقين مع نفسنا، وتعالوا كده نفكر بالراحه وبهدوء. العمليه التعليميه في مصر دي مكونه اطرافها 3 أجزاء. في وزارة التربية والتعليم اللي بتحط نظام، بتحط مناهج إلى آخره، وفي متلقي ألا وهو الطالب واللي من خلفه ولي الأمر. الواسطة ما بين الاتنين دول المدرسين. يبقى العملية التعليمية ليها 3 أركان: وزارة التربية والتعليم، ثم المدرسين اللي بياخدوا فكر الوزارة ده عشان في الآخر نوصله للولاد. طيب لو ال3 دول محصلتهم إن إحنا نحزن مصر كلها، نضايق الناس، يبقى المنظومة كلها مش ماشية صح. العلاقة بين ال3 دول مش ماشية صح. طب يا دكتور، نعم، ايه نتيجة هذا الكلام؟ انا بقى كلامي دلوقتي موجه لكل الطلبة في مصر، وبخاصة دفعة 2025. انا بدرس يا ولاد بقالي 42 سنة، لو ربنا اداني عمر السنة اللي جاية دي رقم 43. لم اتلقى كم من المكالمات من اولياء الامور ومن الطلبة اللي بيبكي مثلما كان هذا العام. فانا قلبي معاكم كلكم، انما ده خطأ في المنظومة ككل. طيب سؤال، هنقعد بقى نتكلم في الأخطاء؟ أنا عايز أوصل للنتيجة دي، النتيجة اللي إحنا وصلنا لها. طب النتيجة دي بتقول إيه؟ بتقول طلبة مصر إذا كانوا ثانوية عامة أو ثانوية أزهرية هقسمهم 3: طالب لم يوفق، طالب جاب مجموع مش راضي عنه، طالب تفوق بالحق أو بالباطل. دول ال3، مفيش حاجة رابعة. يا طالب ما وفقش، يا طالب تفوقه أو درجته كانت مش راضي عنها، يا اما النوع الثالث قدام عينك اللي تفوق، وتفوقه قد يكون بالباطل وقد يكون بالحق. انا عايز اوجه كلامي للطلبه اللي لم توفق. يا حبيبي ال3 دول، سواء ما وفقتش، سواء وفقت بدرجه انت مش راضي عنها، سواء جبت درجات عاليه بالحق او بالباطل، نركز، ال3 دول ده بامر الله مش بمزاجنا، احنا ما بناخدش قرار. طيب يا دكتور، نعم، انت هتقسم ال3 دول وهتكلمني دلوقتي عن الطلبة اللي لم توفق. يا حبيبي اذا كان ليك حق وتقدر تاخده تروح تتظلم، انا ما عنديش اعتراض، بس خد بالك الامتحان مفيش وقت للكلام ده، يعني لازم تستعد وتذاكر من دلوقتي عشان ما عندناش وقت. مش لسه هستنى النتيجة. اللي عنده مادة او عنده مادتين من فضلك تبدأ تذاكر وشد حيلك والجدعن، وهندعي لك ربنا يعدي الفترة دي على خير وتخلص يا ابني من الفترة دي. طب دول ولادنا اللي ربنا ما كتب لهمش، ايا كانت الاسباب بقى، ايا كانت الاسباب. ما انا قلت الخلل يا في لا في اللي بينظم العملية التعليمية وزارة التربية والتعليم، يا في المدرسين، يا في الطلبة قدام عينك واولياء امورهم. حد من دول. ده مش وقت بقى ان احنا نقعد نضيع وقتنا. يبقى يا ابني اللي ما وفقتش من فضلك اعمل بقى اللي عليك عشان تعدي المرحلة دي وتخلص، وهندعي لك بكل التوفيق. طب ده نوع، خلصنا من ده خلاص. اروح للطلبة بقى قدام عينك اللي جابوا اعلى الدرجات بالحق او بالباطل، النتيجة واحدة. طيب سؤال، نعم، انا دلوقتي اذا كنت ماشي على باطل اعرف ربنا مش هيكرمك. قد تستمر لفترة، انما عمر الباطل ما بيستمر. طيب ولو انت على حق، اسمع بقى خبرة الدكتور مجدي، لله ده لو انت على حق وجبت مجموع كويس. انا خريج كلية طب جامعة عين شمس، عندي ولدين وعندي بنتين ربنا يحفظهم ويحفظكم جميعا، ولا واحد منهم دخلت كلية طب ولا صيدلة ولا اسنان ولا علاج طبيعي، ما حصلش. انا بقول لك ده رأيي كأب ولست كمدرس، فاسمع وركز.
الدنيا اللي احنا بنعيشها دي كلها، الدنيا دي كلها، افهم خليك شاطر، دي تجارة. تجارة، مش القرآن في آية ما معناها: ألا أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. هتعمل حسنة ربنا يقابلها ب10 أضعاف قدام عينك، ويضاعف الله لمن يشاء. هتعمل حسنة هتاخد 10 أضعاف، وممكن أضعاف أكتر من كده. طب هتعمل سيئة، لأن الله كريم، الواحدة بواحدة، السيئة بواحدة، يبقى دي تجارة هتتوزن يوم القيامة، وهنتحاسب بالطريقة دي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. يبقى من فضلك الدنيا تجارة. طب سؤال، ده علاقتنا مع الله، بس في تجارة حلال وتجارة حرام. التجارة الحلال هتوديك للخير، للسعادة، للغنى، إلى آخره. طب والحرام هتوديك للغلط، وفي الآخر هتخش نار جهنم. طب سؤال، ما هو اللي بيتاجر في المخدرات ما دي تجارة، بس تجارة غير شرعية، حرام، ربنا مش راضي عنها، إنك بتضر الناس. طيب أنا بسأل سؤال، اللي هيروح طب، هيروح صيدلة، هيروح أسنان، هيروح علاج طبيعي، هيروح طب بيطري، افهم، هتطلع للحياة هتعمل ايه؟ هتاخد 5 سنين في المتوسط قدام عينك، وسنة أو 2 لو كنت طب قدام عينك 2 امتياز، يعني هتضيع 7 سنين، وانت عندك دلوقتي 18 سنة، تطلع عندك 25 سنة، ظهرت شبابك راحت. طب وبعدين هتعمل ايه؟ عندك حاجة تديها؟ عايز سنين عشان تقدر تجني ثمار هذا الكلام. طب لما الدكتور مجدي يقول لك كده، وانا بقول الكلام ده من سنين فاتت، طلبه كانوا بيتصلوا بيا قدام عينك وجايبين 96 و98 و99 في بعض السنين، ويتصل بيا يقول لي اروح فين؟ اقول له بلاش طب، بلاش صيدله، بلاش اسنان، بلاش علاج طبيعي، بلاش طب بيطري. طب يا دكتور، نعم، اروح فين؟ اروح فين؟ ده السؤال بقى. اسمها وجهه نظري، وجهه نظري. شوف، اما اقول على حاجه، رقم واحد، اي حاجه ليها علاقه يا ولاد بالنت، بالكمبيوتر، بالموبايل، اجري في دي. ال200 سنه الجايين بتوع الحته دي، حاسبات ومعلومات، ذكاء اصطناعي، امشي في الحته دي يا ابن، الله يهديك، واستثمر في الحته دي، استثمر عمرك في الحته دي. افهم خليك شاطر. الكلام ده يبدا بقى من كليه وينتهي عند اي مستوى. افهم خليك شاطر. انا في 4 سنين هدرسهم قدام عينك، واقوي نفسي، واشوف الكلام ده اخدم عليه ازاي، واخد كورسات فيه ازاي، وابقى 100 فيه ازاي. اجري يا ابني في الحته دي. طب الحاجه رقم 2، اللغه كمان مره، اللغه، وركز قوي في اللغه الصينيه، الصيني والياباني. ده امريكا بجلاله قدرها مرعوبه من دوله اسمها الصين. افهم، ادرس صيني، وسافر قدام عينك 3-4 شهور بتوع الاجازه، سافر الصين، اقعد هناك اتعلم اللغه صح. دول مستقبلهم هايل. الصيني يليه الياباني، 4 سنين وهتفرق معاك، عمرك كله هيتغير. ده هيشتغل فين؟ هيشتغل في السفاره. هيشتغل فين؟ هيشتغل في السياحه. هيشتغل فين؟ هيشتغل في الصين او في خارج الصين. الصيني والياباني، اجري في الحته دي. انت عارف ان الدفعه في كليه الطب قدام عينك بتوصل لاكتر من 1800 1900 2000 طالب احيانا، طب عين شمس. عارف ان الصيني قدام عينك مئات قليله، وقد تصل قدام عينك في بعض الكليات لعدد قليل جدا. عارف ان الياباني قدام عينك الدفعه ما بتزيدش عن 20 30 طالب على اقصى تقدير، عمرها ما بتوصل ل40، وبيسافروا سنه قدام عينك في اليابان. لو كان طالب شاطر، انت تعرف الكلام ده. امشي يا ابني في الحته دي، امشي في اللغات، وخصوصا بقول تاني الصيني والياباني. وليه قلت الصيني والياباني؟ ممكن طالب يتفوق على طالب في اللغه الانجليزيه، لكن كلنا هنبدا من الصفر. لو دخلنا قدام عينك اي حاجه فيها دراسه في الحته دي، الدراسه في الحته دي، يبقى دي الصيني والياباني. طب ايه كمان يا ابني؟ احنا دوله 110 مليون، وعندنا حوالي 10 مليون زائرين من اقطار عربيه مختلفه، يعني داخلين على 120 مليون.
ممكن ولي الامر ياثر في حاجات كتير قوي، في لبسه، في اكله، في علاجه، لكن ما ياثرش في تعليم اولاده. اي حاجه لها علاقه بالتعليم، اي حاجه لها علاقه بالتعليم، من اول رياض الاطفال وكي جي لغايه ما توصل قدام عينك الى الثانويه العامه، اي حاجه لها علاقه بالتعليم دي هتكون ابواب السعد عليك. اللي انت مش واخد بالك منه قدام عينك، افرض ما لحقتش الكليات دي، التمريض يا اخي، التمريض ده في بعض الدول قدام عينك العربيه الممرضه بتاخد اكتر من الطبيب، مرتبها اكتر من الطبيب. التمريض يا حبيبي خد بالك، والتمريض ده شيء رائع جدا، رائع جدا. وهو ايه المانع انك تخش تمريض قدام عينك وتجيب تقدير في كل سنه وتتعين دكتور في الجامعه؟ احنا ليه باصين للموضوع قدام عينك بنظره سطحيه؟ فده كلام مش صح. يبقى انا بفتح لك الابواب اهو. طب اذا كنت ولد وشاب عندك كده قدام عينك واخد بالك صحه والدنيا ماشيه معاك كويس ورياضي، ما تلتحق باي حاجه من الكليات العسكريه. الكليات العسكريه قدام عينك، ها، المجالات كتير وابواب النجاح كتير. مش عايزين نزنق نفسنا في طب وصيدله واسنان وعلاج طبيعي وطب بيطري، ده كلام مش صح. مش عايز اقول كليات القمه. طب ليه مش عايز اقول كليات القمه؟ العلم علم. هو التجاره مش علم؟ كليه تجاره؟ هو كليه اداب باقسامها المختلفه مش علم؟ هي كليه حقوق قدام عينك مش علم؟ العلم علم. يبقى مفيش حاجه اسمها لا قمه ولا قاع. الفكر ده مش صح. خليك عملي وفكر بمنطق شويه وبعقل. طيب ده لولادنا اللي تفوقوا وعندهم اختيار انهم يختاروا، فمن فضلك ركز. طيب الدرجات المتفاوته بقى اللي بعد كده، هفكر في الثلاث حاجات دول برضه. انا لا اوافق على ان انا اودي ابني او بنتي قدام عينك، لان تلقيت تليفونات كتير جدا، مئات التليفونات اليومين ثلاثه اللي فاتوا دول. بص انا قلت ايه؟ من كل محافظات مصر. انا لا اوافق على الجامعات الاهليه والجامعات الخاصه اللي اسعارها بقى مبالغ فيها جدا. لو خدت مصاريف سنه من دول بس صرفتهم على ابنك، خد كورسات في حته معينه وسفرته قدام عينك وعلمته بره مصر، لو خدت مصاريف سنه واحده بس صرفتها عليه قدام عينك في المجالات اللي قلتها ده، ايه، في اللغه او في قدام عينك اي حاجه لها علاقه بالكمبيوتر والنت وخلافه قدام عينك، ذكاء اصطناعي وخلافه، اخليه يدرس هنا في مصر قدام عينك وابعته ياخد كورسات ان شاء الله بره مصر في سنه واحده بس قدام عينك، هتغير مستقبل ابنك تماما. طب ولادنا بقى اللي درجاتهم في المتوسط قدام عينك، الدرجات المتوسطه، اقول لك بقى حاجه، خد بالك، تحدد الكليات اللي هتخشها ايه. طب يا دكتور، ما هو في كليات قدام عينك وفي حاجات بسيطه، لكن ما تخرجش بره الدايره اللي قلت لك عليها دي. شوف التنسيق لما ينزل، الكليات المتاحه ليك ايه؟ ايه المتاح ليك؟ وافكر بالمنطق ده، افكر بالمنطق ده. المستقبل اللي انا قلته ده، انا حددت 3-4 نقط. قلت رقم 1 اي حاجه لها علاقه بالنت والكمبيوتر قدام عينك والموبايل والذكاء الاصطناعي، امشي في الحته دي، كل واحد حسب ميوله. 2 افكر قدام عينك في اللغه ولا سيما الصيني والياباني. رقم 3 افكر في رقم 3 قدام عينك اي حاجه لها علاقه بالتدريس، اي حاجه لها علاقه بالتدريس. ثم رقم 4 اي حاجه لها علاقه بقواتنا المسلحه العظيمه قدام عينك اللي انت هتنال شرف انك تلتحق باحد كلياتها. يا دكتور الله يهديك، لو ركزتوا في اللي انا قلته ده هتلاقي ده الكليات قدام عينك اللي بتنقلك نقله حضاريه، نقله حضاريه. ما تقوليش بقى روح ابذل مجهود قدام عينك في كليات، وما اكثر الكليات، كليه علوم، كليه زراعه، كليه تجاره، كليه اداب، كل ده فوق راسي، انما ده عادي، ده عادي. اللي انا بقى النصيحه اللي عايز اقولها لاولادي، يا حبيبي الله يهديك، مين في الملايين المصريين قدام عينك خد ارقى جائزه في العالم، جائزه نوبل؟ الاستاذ نجيب محفوظ خريج اداب، مش خريج طب ولا صيدله ولا اسنان ولا علاج طبيعي ولا غيره. الدكتور احمد زويل خريج كليه علوم. السعاده والرزق ملوش علاقه باي حاجه، ملوش علاقه باي حاجه. شوف ربنا بيقول في حديث قدسي ما معناه، بيقول ايه؟ لارزقن، ده وعد من الله، من لا حيله له، ما عندوش اي اسباب قدام عينك ولا حيله للرزق، حتى يتعجب اهل الحيل. لارزقن من لا حيله له، ده ما عندوش اي اسباب للنجاح، حتى يتعجب اهل الحيل. الرزق ده من الله،
يبقى اهم حاجه نرضى باللي احنا فيه، نرضى. لو في دعوه جميله ادعاها لكم جميعا، ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويرزقكم الرضا. اجمل ما يتصف به الانسان الرضا. ارضى باللي انت فيه. كل واحد ربنا سبحانه وتعالى قسم لك في اخطاء، في مشاكل، انما عايزين نرضى باللي ربنا يكتبه لنا. ربنا يرضيكم ويرضى عنكم ويرزقكم الرضا ويفرحكم باللي انتوا فيه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.